نزلت فيديو امبارح عن ماكينة الموزر اللي جتني هدية من وكالة ماكينات موزر وماكينات الول. فجانا كثير من الأسئلة بخصوص الماكينة. أنا طبعا حكيت عنها وشو الفرق بينها وبين ماكينة السلك وإنه هي أخف وكجودة أفضل. وجانا كثير من الأسئلة، حبيت أن أنزل هذا الفيديو أجاوب على كل الأسئلة اللي سألتوني إياها. أول سؤال بخصوص الصوت، في ناس كثير حكت لي إنه صوتها كثير عالي، صوتها كثير عالي. طبعا الصوت عالي لأنه كنت أنا مقربها كثير من المايك، وعلى المونتاج انا عليت الصوت فبين انه صوتها عالي، ولكن هي صوتها اعلى من صوت الماكينة سليك اوكي، ولكن مو عالي كثير انه يكون مزعج. دائما ماكينات الشحن بيجي صوتها اعلى من الكهرباء، لانه الكهرباء بتكون ترانس والسلك بتكون عبارة عن بطارية، فبيكون صوتها اعلى شوي ولكن ما بيكون مزعج يعني. فهاي صوت الماكينة، وهاي ماكينة الول نفس الشي تقريبا، نفس الصوت. ماكينة الول الكهرباء بتكون صوتها أنعم من ماكينة الشحن، وهذا الشيء اللي اشتغل فيهم بيعرف هذا الكلام. السؤال الثاني اللي جانا، هل مشاط الموزر العادية بركبوا عليها؟ طبعا بركبوا عليها لأنه هي نفس الماكينة، يعني هي ماكينة ألمانية طبعا وليس صيني مقلدة، ميد إن جيرماني. هاي مشاط الموزر اللي بنشتغل فيهم موزر السلك، هاي بركب عليها. هاي مشط الثلاث، نفس ماكينة الموزر بس انه هاي شحن، ما بتفرق عنها بشي. السؤال الثالث اللي هو، هل فعلا انه ماكينة موزر وول تابعات لنفس الشركة؟ طبعا تابعات لنفس الشركة، وهسه راح اثبت لك. انا طبعا امبارح عرفت هاي المعلومة، انا بفكر انه ماكينة الموزر الماني ما لها دخل في الول الامريكي. طلعت ماكينة الول الامريكي هي الشركة الام لماكينة الموزر، يعني هي المملوكة لماكينة الموزر، ولكن احنا الول دخلت علينا على الشرق الاوسط مؤخرا، وكانت الموزر منتشرة يعني من زمان، فاحنا بنعرف انه الموزر هي اقدم من الول، لكن الول هي الاقدم. يعني هذا الدفتر اللي اجى مع الماكينة بنلاحظ انه ول بالخط العريض، هون موزر، هاي الول. هاي كمان في شركة ثانية مش عارف ايش، فيستر، هاي الشركة الثالثة. هاي كمان الدفتر الثاني. فبنلاحظ انه فعلا انه الماكينة يعني نفس الشركة، شركة الوول. طبعا هذا شاحن ماكينة الجولد الول اللي اشتغلت جبتها من فترة، وهذا شاحن ماكينة الموزر، نفس الشاحن، حتى نفس الكتابة بالضبط، ما بفرق اشي ابدا. يعني حتى جربت اني اشيل سلك ماكينة الول واجربها على ماكينة الموزر 100%، يعني كأنه الشاحن لنفس الماكينة. بنلاحظ انه بشحن نفس الشاحن لماكينة الموزر لماكينة الول. لسه في ماكينات كثير ان شاء الله راح انزل عنهم، اللي هم ماكينات الصغار الموزر. طبعا في كثير انتشر بالسوق ماكينات صيني، ولكن كجودة بظل اخف، يعني بظل الالماني كجودة افضل من الماكينات الصيني المقلدة بكثير. السؤال الاخير اللي جاني كثير هو كم السعر، كم سعر الماكينة؟ سعر الماكينة 50 دينار اردني. اللي حابب يطلب الماكينة اللي في الأردن يتواصل معي على الصفحة. توصيل لداخل عمان 3 دنانير، وخارج عمان للمحافظات 5 دنانير. سعر الماكينة لحاله 50 دينار. تحياتي لكم جميعا.